الصالحات ومن جوده وكرمه من غير المخلوقات. أحمده وأبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأتماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وبعد أيها الأحبة الكرام، فمرحبا بكم في درس من دروس الفقه، هذا العلم الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكنا قد بدأنا مع حضراتكم في المرة السابقة هذا المبحث الهام حول هذه العبادة العظيمة على ما هي عبادة الصوم. فقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وذكرنا أيضا أيها الأحبة الكرام بعضا من فضائل الصيام، فقلنا إن الصيام من أعظم الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. فبالصيام تغفر الذنوب المتقدمة، وبالصيام أيضا يباعد بين وجه العبد وبين النار يوم القيامة. وإن الله جل وعلا قد أفرض بابا في الجنة للصائمين ألا وهو باب الريان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنشرع اليوم أيها الأحبة الكرام في تفصيل بعض المسائل من مسائل الصيام. فنقول إن للصيام أقسام، الصيام له أقسام. فالصيام إما واجب أي مفترض على العبد أو مستحب، هو صيام السنة أو المستحب بمعنى واجب. والنوع الثالث من الصيام هو الصيام المحرم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالقسم الأول من أقسام الصيام ألا وهو الصيام الواجب. إيه هو الصيام الواجب يا إخوانا؟ الصيام الواجب قد يجب الصيام على العبد بأمور ثلاثة: إما هذا الصيام يجب على الإنسان بزمن معين. يعني ايه زمن معين؟ يعني يدخل عليه زمن معين فيجب عليك الصيام. يبقى وجب ايه؟ وجب دخول الوقت اللي هو صيام رمضان. ينفع صوم شهر كامل وكل هذا الصيام فريضة إلا شهر رمضان؟ يبقى دخول الوقت والزمن هو اللي خلى الصيام وجب في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت شرعه الله تعالى لنا ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول من أقسام الصيام الواجب هو ما وجب عند دخول زمن معين، هو الصيام شهر رمضان. أول ما يدخل عليه شهر رمضان يجب علينا صيام الشهر كاملا. فهذا القسم الأول ما وجب بدخول زمن معين اللي هو شهر رمضان. طيب، أيضا من الصيام قد يجب الصيام لعلة من العلل اللي هو صيام الكفارات. صيام الكفارة عندما يحدث الرجل ويحدث في يمينه اللي هو صيام يصوم كم يوم؟ إذا تستطيع الإطعام يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام أو كفارات الطهارة. يبدأ القسم الثالث ما يجب لعلة أو كصيام كفارة رمضان. من جامع أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المطلقة
الصيام. يبقى الصيام هذا وجب في الوقت ولا وجب بعلة من العلل؟ بعلة من العلل. الصيام الثالث أو النوع الثالث ما يوجبه الإنسان على نفسه، يعني هو في الأرض ما لهوش كويس، ما لهوش صيام واجب، يكفي فيه واحد من الأيام، والله أنا لو ربنا شفاني أصوم 3 أيام. يبقى هنا وجب على نفسه بإيه؟ أو جبه على نفسه بإيه؟ بالنذر، أو جبه على نفسه. هو في الأرض مش واجب عليه، لكن هو اللي أوجب على نفسه بهذا النذر الذي نذره. قال لئن شفاني الله عز وجل لأصومن 3 أيام. يبقى الصيام الواجب 3 أنواع. ما وجب في دخول الوقت اللي هو دخول عند دخول ايه؟ شهر رمضان. ما وجب في دخول الوقت عند دخول وقت شهر رمضان. وما يجب لعلة من العلل كصيام الكفارات، كصيام الكفارات. والنوع الثالث ما يوجبه الإنسان على نفسه اللي هو صيام ايه؟ صيام النذر. في الأصل هو صيام الصوم، لكن هو اللي أوجب على نفسه حينما نذر الصوم لله تعالى إن شفاه الله جل وعلا. نتكلم أيها الأخوة الكرام عن النوع الأول اللي هو ايه؟ ما يجب في الزمان اللي هو صيام شهر رمضان. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فحكم الصيام صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح. صحيح يعني ايه؟ ليس مريضا. صحيح مقيم. أو المسافر ليه تفصيل ثاني، لكن الصيام يجب على مقيم اللي هو عكس المسافر، المقيم عكس المسافر. والصيام ركن من أركان الإسلام. كلنا يحفظ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اللي هو بني الإسلام على 5. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وعده ركنا من أركان الإسلام. فصيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة. ففي حديث طلحة بن عبيد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني يا رسول الله، أخبرني بما فرض الله علينا من الصيام. هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح له الصيام المفروض على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان ده الواجب عليه إلا أن تطوع شيئا. وهنا نتعلم مسألة يا أخوانا، خلي بالك الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على الصيام الواجب بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب على كشف السؤال لا زاده بالإجابة. وده المفتي يتعلم إنه لا يقتصر على الإجابة، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإجابة وزاده أيضا بيان إلى بيانه الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، يعني الصيام المفروض عليه شهر رمضان وفقط. قلنا إذا هو ده وجب بالوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، يعني الصيام اللي هنصومه بعد كده كصيام 6 أيام بعد رمضان سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
فعد النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الصيام فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام. يبقى صيام شهر رمضان فرض الإسلام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده الدليل من القرآن. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان وإجماع الأمة. الإجماع دليل أو مصدر من مصادر التشريع. أجمعت الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب صيام شهر رمضان منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فصيام شهر رمضان فرض واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نذكر لحضراتكم أيها الأحبة الكرام بعضا من فضائل هذا الشهر الكريم شهر رمضان. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا يفوتان شهر عيد رمضان وذو الحجة. رمضان وذو الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. احنا في هذه الحلقة ذكرنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الصيام إما واجب فرض يعني أو مستحب سنة أو حرام. الأمر الأول اللي هو الصيام الواجب ما يجب بالزمن اللي هو شهر رمضان. مفيش حاجة ثانية تجب بالزمن إلا صيام شهر رمضان. وما يجب لعلة من العلل اللي هو صيام الكفارات. كمن جمع أهله في نهار رمضان عليه كفارة، عليه كفارة أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار، كل دي فيها صيام. فهذا الصيام لم يجب بالزمن إنما وجب لعلة من العلل. والنوع الثالث من الصيام الواجب ما يوجبه الإنسان على نفسه. يعني أنا مش واجب عليه غير رمضان بس، تمام كده؟ أنا جيت قلت لئن شفاني الله تعالى لأصومن 3 أيام. يبقى مين اللي أوجب الصيام على نفسه؟ أنا اللي أوجبت الصيام على نفسي بالنفس. أنا اللي أوجبت الصيام على نفسي بهذا النفس. وذكرنا دليل الصيام صيام شهر رمضان بالكتاب أنه واجب بالكتاب. وذكرنا الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وواجب بالسنة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. وصيام شهر رمضان واجب بالإجماع. أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن صيام شهر رمضان واجب فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم بما يجب صيام شهر رمضان، بما يجب صيام شهر رمضان. فيثبت دخول شهر رمضان بأمرين: إما الاثنان، إما بالرؤية إن احنا نشوف الهلال، أو بتمام شعبان 30 يوما. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. الله أكبر الله